تعال احكي لك ليه التعتيم ده كله حاصل. ليه محدش عايز اي حد بره يعرف ايه اللي بيحصل جوه. في الخمسينات بعد الحرب العالمية التانية في عالم اسمه ميلجرام ده قرر انه يعمل تجربة عشان يشوف قد ايه الناس ممكن تطيع الاوامر حتى لو فيها اذية للناس التانية. جاب مجموعة من المتطوعين وطلب منهم هيدوسوا على زرار يوصل كهرباء لواحد تاني المفروض انه بيجاوب على اسئلة. لو جاوب غلط تدوس على الزرار وانكهربه، والموجة الكهربائية دي ممكن توصل ل 480 فولت في المرة. كل ما يغلط كل ما يزيد الفولت. الناس قعدت تدوس على الكهرباء لان هي كانت حاسة ان مفيش عواقب عليها. كل اللي بيعمله هو انا ينفع اكمل، يروح مشاور له يقول له اه. فالراجل كان بيدوس على الكهرباء ويكهرب واحد ويسمع الصريخ بتاعه، بس هو كان بيعمل كده عشان هو حاسس ان معلهوش اي عواقب. يا ترى كام في المية من الناس عملت التجربة دي للآخر وكملت لغاية 480 فولت؟ أكتر من تلتين الناس اللي اشتركوا فضلوا يدوسوا ويكهربوا الآخرين. بعدها ب10 سنين أو أكتر عالم تاني اسمه زيمباردو عمل تجربة مشهورة جدا اسمها ستانفورد بريزن اكسبيرمنت. في جامعة ستانفورد حول البدروم بتاع الجامعة كله لسجن، وجاب 24 طالب، 12 حولهم لسجانين واداهم اليونيفورم بتاع السجانين، و12 حولهم لمسجونين. وطلب من السجانين ان هم يمارسوا كل حاجة هم عايزينها على المسجونين، بس ما يضربوهمش وما يأذوهمش جنسيا. والحقيقة ان التجربة دي كان مقدر ليها انها المفروض تقعد اسبوعين، ولكن بعد اليوم الخامس خطيبة زمبردو اللي كانت المساعدة بتاعته جت تزوره في التجربة وشافت كمية البشاعة والأذى اللي كان السجانين بيعملوه على المسجونين لمجرد ان مفيش اي عواقب اللي هم بيعملوه. وفعلا في اليوم السادس وقفوا التجربة دي عشان الضرر النفسي اللي وقع على الناس المشتركة في التجربة. زمباردو شخصيا طلب الشهادة بعد كده في احداث سجن ابو غريب، وقالوا له اصل الناس دي كانت مختلة. هو كان رأيه لا، المشكلة ان الناس دي اخدت سلطة مطلقة وعشان كده عملوا كل الاذى والتعذيب اللي هم عملوه في المسجونين ساعتها. الحقيقة ان كل التعتيم اللي حاصل دلوقتي هو يعتبر احياء حقيقي للتجربتين دول علشان ما يكونش في عواقب، لان في الاخر من امن العقاب اساء الادب.